السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طواجن الرز بلبن في الفرن حاجة كده تحفة جدا، ولا الوش المكرمش اللي كلنا هنموت عليه. عملناه في البيت بسهولة جدا جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول احنا عملنا الحاجة الحلوة دي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معايا لبن عادي جدا سايب من عند اللبان. أنا هقول مقاديري النهاردة بالكوباية علشان ما تتوهيش مني، ملكيش دعوة بقى أنا هعمل قد إيه. أنا هعمل كمية كبيرة، بس هقول لكل كوباية من الرز ليها لتر من اللبن أو كيلو من اللبن. تمام، هجيب منها كوباية على جنب، هجيب كوباية من اللبن على جنب، هحط فيها لبن بودر. أنا بحب طعم اللبن البودر جدا في الحاجات اللي هي بتتعمل بالحليب. وهحط معاها كوباية من القشطة أو قشطة زي ما انت عايزة، زي ما تكوني محوشاها في الديب فريزر عندك براحتك خالص. هتحطي منها حسب ما انت اللي انت عايزه، الكميه اللي انت حباها، حابه ان انت تعمليها. انا هنا عملت كوبايه من اللبن اهيها على جنب. على جنب دوبت فيها علبه من القشطه اللي هي البوكي العاديه جدا دي، ودوبت معاها كمان كريم شانتيه. قلبتهم كويس جدا 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 لغايه ما امتزج معايا الخليط. تمام، وكمان هاخد معايا كوباية الرز وهنقعها في اللبن قبل ما اغليه. لو انت الرزة بتاعتك بتاخد مية كتير وهتعملي كمية كبيرة زيي، حابة ان انت تزودي بمية براحتك خالص، برضو هيطلع كويس علشان خاطر ان احنا مزودين قشطة ومزودين لبن بودر. اللبن البودر هيدي والكريم شانتيه هيدي طعم الكريم اللي احنا متعودين عليه. هقلب بقى مع كوباية اللبن دي علبة القشطة والكريم شانتيه كويس جدا جدا جدا. انا هنا حطيت كريم شانتيه سايب، حابة ان انت تحطيه من اللي هو دكتور اوتكر ده ولا الحاجات اللي احنا عارفينها براحتك. حابة تحطي علبة ايس كريم فانيليا براحتك خالص. اضربيها في الأول مع الحاجات المكونات اللي هي زي كده وضيفيها على الرز بلبن. وطبعا حاطه منكهات، انا حاطه فانيليا سايبه وفانيليا بودر، اللي انت حباه حطيه. حابه تحطي كده حطي، حابه كده حطي كده حطي، بس ما تكتريش علشان ما يمررش معاكي. طبعا بتتأكدي ان الخليط داب خالص علشان ما يكلكعش معاكي. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف احنا هنعمل ايه. طيب هنا نقعت الرز بلبن الاول، اللي هي الكوبايه بتاعتي في خليط اللبن، وبقلبهم كويس جدا كل شويه على نار هاديه بعد ما تنقع نص ساعه. بعد كده لما يغلي هزود اللبن شوية بشوية شوية بشوية. لو انت حابة ان انت تزودي الكمية او هو محتاج حسب ما هو تشوفيه ان هو استوى معاكي. في المرحلة دي بقى هجيب النشا، هكون مدوبة معلقتين فقط من النشا، هحطهم على الرز بلبن بحيث ان هو يديني القوام بتاعي المتماسك، علشان خاطر انا كنت غسلت الرز كذا مرة. لو انت حابة تعمليه زي ما هو كده بالنشا بتاعه براحتك خالص. خدت منه شوية، حطيت طواجن في الفرن. طبعا حطيت تحت الطواجن مية بحيث ان انا لما اولع عليها الفرن لو نسيتها او بحيث ان انا لما اولع عليها الفرن ما تتحرقش معايا وتستوي من فوق. وافتكروني بدعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.